التأم بخلية الاتصال بالوزارة الأولى لقاء الإعلامي ال15 بحضور ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية. قدم في بدايته معز السيناوي المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول معطيات بشأن الزيارة التي أداها الوزير إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. هي زيارة سياسية بالأساس، ترجع نوعا من التوازن للدبلوماسية التونسية اللي طيلة العقدين الماضيين كانت أكثر مركزة على البلدان الغربية بصفة عامة، خاصة أن هذه البلدان الخليجية كانت في مطلع الثمانينات سند كبير للاقتصاد التونسي وللدبلوماسية التونسية. قطر تناغم كبير، الإمارات عودة الثقة، الكويت دفع جديد للعلاقات الثنائية. وعن خلفية عدم تمكين حزب العمال الشيوعي من الاجتماع عشية الأحد بجهة حي التضامن، أكد هشام المدب المكلف بمهمة لدى وزير الداخلية أنه لم يحصل أي تبادل عنف بخصوص هذه الحادثة، وأن الوزارة لم تتلقى مطلبا مسبقا من قبل الحزب في هذا الغرض. الملتقى هذا ما تمش الإعلام عليه طبقا للقوانين اللي جاري بها العمل، حيث عندنا احنا قانون عدد 4 من سنة 69 يفرض على كل إنسان ولا مجموعة ولا هيئة باش تعمل اجتماع لازمها تبلغ المطلب نتاعها أقل حاجة 3 أيام باش الجهات الأمنية معناها تنظم أمورها. المطلب هذا شنو يضمن؟ يضمن 4 حاجات: التاريخ والوقت، المكان، وشكون يشرف على الاجتماع ونوعيته. كانت الأمور معناها عادية وما فماش مسار أي تبادل عنف في حضور القوات الأمنية نتاعنا. دونك خلاف اللي ما قيل اللي فما عنف، وهذا احنا نعرفوه إذا كان فما شكون اعتدى بالعنف على حد معناها المعتدي عليه يجي يقدم قضية يجيب شهادة طبية. وفي سؤالنا لممثل وزارة الداخلية عما قصده بقوله إنه ستتم متابعة كل من يقترف أعمال تخريب وإتلاف وحرق لبعض المقرات والتجهيزات العمومية ومعالجة تلك القضايا بطريقة أخرى، يجيب: طريقة أخرى هي يفرضها الوضع. إذا كان معناها باش تتمادى بعض المجموعات اللي خارجة على القانون، اللي يسكر مش يسكر ويمشي يضرب ويكسر ويحرق، معناها احنا نقول لك صبر ننفذ، صابرين عليهم برشا، واحنا اصحاب الوعد الصادق. كانت تفكرش تو منذ شهر ونص الناس اللي يعملوا في بركاش كي قلنا باش يشدوهم توا غدوه الاسبوع الجاي اللي بعده، انا اكد لك 90% كلهم توقفوا الاعتداء على المواطنين. احنا تو مركزين على المواطنين كما قالت الاخت والاخت الاخرى، نحبوا معناها نعطيو جانب اهتمام كبير لامن العباد. وفيما يتعلق بالوضع الأمني بالجنوب التونسي، أكد العميد مختار بن نصر أن الجيش التونسي يسيطر على الوضع من أجل ضمان الاستقرار والهدوء في البلاد. كما تطرق أيضا إلى مسألة الانتدابات التي أعلنت عنها الوزارة. بالنسبة للوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية يتميز بالاستقرار والهدوء طيلة الأسبوع الفارط والأسبوع اللي قبله، وهذا نظرا لتوغل المعارك بين الأطراف المتنازعة داخل التراب الليبي في عمق التراب الليبي في اتجاه مصراتة وطرابلس. لكن هذا ما منعش من توافد عدد يعني من اللاجئين إلى تونس بمعدل 6000 لاجئ يوميا إلى حد الآن. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه شرع في الإعلان عن الانتدابات عبر موقع الويب dafnat.tn، واللي فيه على سبيل الذكر أن وزارة الدفاع الوطني ستنتدب 35 طبيب من مختلف الاختصاصات: طب عام، طب اختصاص، طب أسنان، وصيادلة. وكذلك سيتم انتداب 30 من الحاصلين على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة الأستاذية، وكذلك 36 من الحاصلين على شهادة تقني سامي. وكل الجزئيات والتفاصيل موجودة على الموقع اللي ذكرته. كذلك الآن تفتح انتدابات لمدارس ضباط الصف ومدارس الرقباء بالنسبة للجيوش الثلاثة. قضايا عديدة أثارها هذا اللقاء الإعلامي، غاية منه في رفع اللبس القائم خاصة في المسائل الأمنية بالبلاد، لكن ملامح الغموض لم تغب عن مداخلات بعض الحضور.